اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى محبتك. اللهم يا مولانا إن من أحببته توليته، ومن توليت أمره فلن يضل ولن يشقى، ففي رزقه سيجد لكل ضيق مخرجا، وفي حياته سيجد الفرج بعد الكرب، وفي صدره سيجد الانشراح بعد الضيق. فالملك ملكك والخلق خلقك ونحن عبيدك، ورجاؤنا وأملنا أن ننال رضاك، فإن رضاك يا مولانا هو غاية ما نتمناه. أيها الإخوة الكرام، وكما قلنا سابقا، ما أجمل الحديث عن الله عز وجل، عن أسمائه، عن صفاته، لأن من تأمل في هذه الأسماء العظام والصفات العظام فإنه سيجد العجب العجاب في حياته، من حلم الله وصبر الله وكرم الله وقوة الله وعطاء الله ولطف الله. ولولا صبر الله على عباده لهلك الناس والله، لكنه رحيم حليم، يصبر ويعفو ويغفر ويفتح الأبواب للتائبين ويبسط الأيادي للسائلين. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب أن يرحم العباد، ولم يخلقهم ليعذبهم جل جلاله. الصبور يا إخوة معناه هو الذي لا يعجل العقوبة على مستحق العقوبة، الذي لا يعجل العقوبة على مستحق العقوبة، هذا معنى الصبور. وهذا واضح في تعامل الله عز وجل مع العباد. اسمعوا إلى قول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. اسمع الكلام، قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم، إذا جو هناك عند الله عز وجل ووقفوا بين يدي الله، ختم الكلمة أو ختم الآية، قال: فإنه كان بعباده بصيرا وأعرف بماذا يفعلون وبماذا يقولون وماذا كانوا يعملون، وكل شيء كنا نحصيه. إذن لو أن الله عز وجل يا كرام فعلا يحاسب العباد على أخطائهم، والله لا يمكن أن يبقى على وجه الأرض أحد. كم من الآن اللحظة هذه كم من إنسان يدعي أن لله ولد، كم، والله عز وجل يقول: يؤذيني ابن آدم. ما هي أذيته لله عز وجل؟ قال: يدعي أن لي ولدا. والله الذي يقول: قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كم هم الذين الآن على وجه الأرض يدعون أن لله ولد؟ كم هم الذين يكفرون بالله كلية ولا يؤمنون به، يعبدون صنما أو يعبدون بقرة أو يعبدون أكرمكم الله حتى فرجا، كفر بالله عز وجل. كم هم؟ وكم هم الذين فعلا على دين الله عز وجل؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومع ذلك هل سمعتم خسفا في شرق الأرض أو في غرب الأرض، أو جاءت صاعقة فمحت الناس، أم أنهم يرفلون بنعم الله عز وجل؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل صبور، صبورا على عباده. وربنا عز وجل أجابنا بآية ليشرح لنا لماذا هو يصبر على العباد. وانتبه لهذه النقطة: لماذا الله يصبر على الظالم
وهو تستطيع أن ينتقم منه. شوف يا جماعة، في شخص يصبر لأنه لا يستطيع أن ينتصر، وفي شخص يصبر لأنه ليس بيده لا حول ولا قوة. لكن هل الله عز وجل يعجزه شيء في الأرض أو في السماء؟ أبدا، ومع ذلك يصبر. لماذا يا رب؟ قال الله: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ما هي الكلمة التي سبقت من الله؟ قال: إن رحمتي سبقت غضبي. ولذلك لا يجري الغضب جل جلاله إلا بعد أن يمهل ويفتح الباب للرحمات، فيرسل الرسل وينزل الكتب ويفتح الآفاق ويضع المواسم خلف المواسم من أجل أن يتوب العباد. لماذا؟ لأن الله لا يستعجل بالعذاب جل جلاله، وهذا من شدة رحمته. وفعلا يا إخوة، كم من أقوام عاندوا فصبر عليهم أنبياؤهم ثم عادوا، وكم من أقوام لما لم يعودوا انتقم الله منهم، مثل ما قرأ إمامنا حفظه الله قصة نوح مع ابنه. ونوح هذا النبي العظيم الذي ضرب أروع أنواع أمثلة الصبر. أيوب يضرب فيه المثل بصبره، أليس كذلك؟ كم صبر على الأذى؟ 16 سنة. نبي الله صبر 16 سنة على الأذى. نوح كم صبر يا أخوان؟ 950 سنة وهو يصبر على المستهترين الذين كانوا يمرون عليه فيقولون يسخرون منه عندما يرونه يصنع السفينة، فيقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ونوح الذي كانت زوجته وابنه ليسوا على دينه ومع ذلك صابر في دعوته. ونوح الذي أمضى قرابة 1000 سنة يدعو الناس وما آمن معه إلا القليل. ونوح الذي يرى ابنه يغرق أمام عينيه ويصبر لله ولا يجزع ولا يغضب على الله، بل إنه عندما يناجي ربه: إن ابني من أهلي، فيقول الله له: إنه ليس من أهلك، فلذلك يصبر ويرضى بقضاء الله. ثم بعد ذلك، بعد أن يقص الله لنا قصة نوح، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن العاقبة للمتقين. والله لا يمكن أبدا أن يخذل عبد صبر لله عز وجل أبدا، لأن هذا الدين مبني على الصبر. ومن هنا نستقي الدلالة العظمى في تعلم اسم الله الصبور، أن يكون له أثر في حياتنا في الصبر. تأمل صبر الله على خلقه، ثم اجعل لهذا الأمر أثر في حياتك، أثر في دينك. أنت دينك عندما تحافظ عليه ماذا يقول الله لك؟ يقول: فاصبر نفسك، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ربنا عز وجل يطلب منك أنك تصبر نفسك مع الصالحين، مع الذين يصلون بالليل والنهار في بيوت الله، مع الذين يرفضون المنكر ويفعلون الطاعة. اصبر نفسك معهم. لماذا؟ لأن العاقبة للمتقين. الله سبحانه وتعالى عندما يبتليك بهذه الدنيا فاعلم أنها مبنية على الصبر. كلنا مجبولون على حب المال، أليس كذلك؟ ومع ذلك يقول لك: لا تأكل الحرام، مع أنك تحب المال. قذف في قلبك حب المال، ثم قال لك: هذه الدنيا قدامك، تستطيع أنك تسرق وتغش وترابي، فإن صبرت ظفرت. كلنا مجبولون على حب الشهوة، فإذا صبرنا وقاومنا النفس وانطلقنا لله فزنا. كلنا مجبولون على الحرام، على النوم، نحب النوم، ثم يأتيك: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يأمرك أنك تقطع نومك
فتأتي. لماذا؟ لأن الدين يحتاج إلى صبر. ما في شيء يأتي بلاش، لازم تصبر، لازم أن يرى الله منك الصبر، ولذلك مع الصبر تفلح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله عز وجل يصبر، وأيضا في نفس الوقت صبره ليس نهايته أنه لا يعاقب. شوف يا أخوان، في صبر بلا عقاب، هذا اسمه حلم ليس اسمه صبر. صبر بلا عقاب هذا اسمه حلم ليس صبر، وهذا لا يليق بالله عز وجل. كيف؟ الآن مثلا لما يرى الله عز وجل العبد الكافر مثلا هذا الذي يعيث في الأرض شرا وفسادا وينشر الرذيلة في كل مكان، ثم يصبر الله عليه ولا يعاقب، هل هذا عدل؟ لا يمكن. لكن الله عز وجل يمهلهم، ولذلك ماذا يقول للكافرين؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن يا محمد لا يغرك الكافر الذين نحن صابرون عليه، والذي غره حلمنا عليه وغره إمهالنا له لا يغرنك، فهو قليلا ثم سيعود إلى جهنم. وإلى الظالم